السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم مجددا في قناتكم كويزين إياسيس رغدة. اليوم راح نخدمو مع بعض حلوى جافة اللي هي حلوى الطابع، لكن اليوم راح نخدمها بقلاصاج ينشف في 5 دقائق. تبعوني وتبعوا معايا الوصفة للآخر. نبداو إن شاء الله في المقادير. هنايا عندي كيل تاع بيض اللي رفد لي 3 بيضات. عندي كيل تاع زيت، بنفس الكيل نكيلو قاع المقادير. عندي كيل تاع سكر عادي حبيبات. عندي نصف كيلو تاع مايزينا، هنا فقط درتها في هذا الكاس. عندي هنايا مبشور تاع برتقال، مبشور تاع ليمون، عندي فانيلا وكيس تاع خميرة كيميائية. وعندي 5 أكواب من نفس الكوب تاع فرينة، طبعا ضفت لها قرصة ملح. والآن نروح مباشرة. خديت الغيسيبيون، حطيت فيه الكيل تاع البيض، حليته شوية بالفوي، حطيت عليه الكيل تاع السكر العادي حبيبات، نمزجهم جيدا، نضيف عليهم الكيل تاع الزيت، نخلط دائما بالفوي، نمزج المواد جيدا مع بعض. فقط كما تشوفوا هنا فقط بالفوي، لكن نمزجهم جيدا حتى الخليط. ونضيف مبشور البرتقال، مبشور الليمون، ونصف ملعقة فانيلا. هنا مبشور البرتقال والليمون، عفوا درت مغرفة صغار. نمزجهم وندخلهم جيدا في هذا الخليط. هذا الخليط تاع لي زاغوم هذوك يعطينا ذوق رائع. نضيف نصف كيلو تاع مايزينا ولا نشاء الذرة. بعد ما مزجتهم جيدا، دائما باستعمال الفوي، نبدأ نضيف في الفرينة كوب بكوب. نضيف الكوب الثاني، نضيف الكوب الثالث، دائما حتى نخلط مليح كوب وندخله في الخليط باش نضيف الكوب اللي يليه. هنايا نضيف الخميرة الكيميائية، طبعا دائما نفوتها في مصفاة، ونستعمل يدي. هنا العجين تاع حلوة الطابع يجي خفيف ويجي مطلوق، ما يجيش ناشف. هنا ضفت الكوب الرابع، وراح نضيف الكوب الخامس على دفعات. راكم تشوفوا غير بشوية، نضيفوه غير بالعقل ونشوفوا القوام تاع العجين. هنا نحتاجوها تكون مول، يعني مطلوقة، وراح نخليها تريح 5 دقائق. هنا راني نضيف في الفرينة على دفعات من هذاك الكاس الخامس الأخير. هنا ما نعجنوهاش بزاف باه تبقى لنا هشيشة وتبقى خفيفة. نجمع كل العجين. هنا راني فقط على دفعات نضيف الكوب الأخير. هنا كل فرينة ودرجة الامتصاص تاعها. نجمعه، نخليه يريح حوالي 5 دقائق قبل ما نبدأ نحل في العجين. نسخن الفرن على 175 درجة. هنا بقات تقيس ملعقة، دوك نسلك بها يديا. راني نضيف هنايا حتى نشوفوا القوام تاعها وصلت للدرجة اللي راني بغيتها. ها هو العجين. هنا بقات حوالي ملعقة كبيرة. وهنا رحت خليت هذاك العجين يرتاح، ورحت خديت كاس تاع السكر رطب، ضفت عليه ربع ملعقة تاع فانيلا، وراح نضيف عليها قطرات تاع زيت فقط، ونخدم هذا الكلاصاج
بعصير الليمون فقط، هنا ربع ملعقة كما راكم تشوفوا، ونبدا نبل فيه بعصير الليمون فقط. هنا هذا هو السر علاش هذا الكلاصاج ينشف بالخف، يعطينا ذوق رائع ويعطينا انتعاش في الحلوى. هنا استعملت 2 كيسان تاع سكر رطب فقط، انا خلطت بكميه صغيره باش نعرف الكميه اللي تقدني لهاد الحلوى كامله. الحلوى راح نقلاصيها بهاد الكلاصاج، راح نزيد نطلقه، يعني ما يجيش كيما الكلاصاج تاع الحلويات التقليديه، يجي خفيف. نزيد الملعقه الرابعه، 4 ملاعق صغار، ونخلطهم مليح، ندخلهم في بعضهم مليح حتى يولي املس، ونتركه بجنب حتى نوجد لو غاتو. هنا قلت لكم استعملت 2 كيسان تاع كلاصاج، عفوا 2 كيسان تاع سكر رطب. هو القوام تاعه، نخلطه مليح ونتركه بجنب. وهنايا ها هو العجين بعد ما خليته يريح 5 دقائق، نبدا نحل فيه. طبعا دائما كما نقول لكم استعملوا ان بلاستيك يسهل عليكم العمل، واللي عنده سيليكون لو تابي سيليكون يستعمله. نستعين بالفرينة باش نحل هاد العجين لانه راه طري بزاف، وهذا السر اللي يعطينا حلو الطابع خفيفة. والسر تاني هو في هذاك الكلاصاج، هو ينعش لنا لو غاتو ويزيد يعطيه طراوة. هنا نحافظ على السمك يكون خشين نوعا ما. ها هو السمك انا قطعته بهذا لومبورت بياس، هذا الوردة. ممكن ديروه دوائر، ممكن ديروه قلوب، كل واحد واش يبغي. اللي ما بغاش يدير له كلاصاج يدهنه في هذه المرحلة بصفار البيض. نكمل جميع العجين بنفس الطريقة، نسخن الفرن على 75 درجة، نطيب الحلوى ونحمرها قليلا فقط من الوجه، رانا مسحقينها الصفرة. نكمل جميع الكمية، نلون هذا الكلاصاج، درت له فقط القليل من الملون الازرق باه يولي عندنا لون سمائي. ندخل اللون جيدا في الكلاصاج. هنا كنت درت نوعين، نوع درته بالازرق الكاس الاول تاع السكر الرطب، درت يعني خليته ابيض عادي، خدمته بنفس الطريقه باه كملت جميع الكميه اللي كانت عندي. وهنا حباتي تاع الطونو بعد ما طابوا، حلوة الطابع بعد ما طابت، كنت بديت نقلاسي فيها، ها هو 5 دقائق ولقيته جف. ونكمل نقلاسي كل الكمية بنفس الطريقة. هنايا ما نكتروش الكلاصاج فوقها، هذه ماهاش حلوة كيما موالف نديرو تشارك ولا نديرو اي حلوة تتقلاصا، فقط ندير لها مسحة من الفوق. هاد الكلاصاج راح يعطيها طراوة، ومن فيه العصير تاع الليمون راح يعطينا انتعاش. هنا ننزل الزائد ونزينها على حسب الرغبة، انا زينتها بهاد الورود الغذائية. ها هو الشكل تاعها النهائي. نكمل جميع الكمية، وفي الاخير راح نفتحه مع بعض حبة وتشوفوا كيفاش القوام تاع هاد حلوة الطابع. تجي بزاف بنينة وتجي خفيفة ومنعشة. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة وتنال رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.